انا من يومي بشوف الانديه بتكتب انجازاتها في الوصف الخاص بحساباتها الشخصيه. اللي عنده مثلا بطولات قاريه بيكتبها، اللي عمل رقم قياسي للتاريخ يذكر بيكتبه، اللي عمل انجاز يحكى ويتحاكى عليه بيكتبه في الوصف، اللي مسيطر على دوري بلده خصوصا لو كان الدوري ده كبير بيبدا يكتبه. يعني من الاخر الوصف ده هو مكان لتوثيق انجاز تاريخي للانديه او انجازات معينه عملوها على مدار تاريخهم. فادمن نادي النصر بقى جه يدور على انجازات معينه عشان يبدا يوثقها. قاعد يفكر في بطولات قاريه، احنا اصلا ما بناخدش اسيا. طب بطولات محليه، اكيد مش هوثق كاس وسوبر مثلا، انا نادي كبير المفروض. طيب نكتب الدوري، المشكله اننا ما عندناش غير 10 دوري، فيا دي الفضيحه. وبطولات عالميه ما بنشمهاش اصلا. يوم كاتب المعلم توب اوف ذا تيبل، بمعنى في مقدمه الدوري، واحنا لسه في رابع جوله من الدوري. تخيل اكتب وصف زي ده، انا متاكد ان الصنف اللي بيشربوه في النادي ممنوع في المملكه يا راجل، لان ممكن من جوله واحده بس تنزل من الصدارة وتبقى أضحوكة الكل كالعادة. يعني دايما أسمع عن الإنجازات الوهمية، لكن اللي قدامي ده مثال للإنجازات المعدومة حرفيا. وصف يوثق حالة النصر على مدار التاريخ بشكل فعلي. ادينا يا سيدي رأيك في الكومنتات في العبث اللي احنا شفناه ده، وما تنساش اللايك والفولو. وبس كده.